السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. ويلا نخش ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وايه يا حبيبتي الجمال والحلاوة دي؟ وايه ده؟ بصوا جميل قوي قوي، ريحتها كانت قلب الدنيا وقلب البيت كله. من حلاوتها كله تاكل في ساعتها. الحبايب بقى وكله طلب الفطير، فقلنا نعمل فطير ونأكل الحبايب كلهم. كيلو دقيق. بصوا طعمه جميل جدا، رائع رائع. ندخل بقى على وصفتنا، نسمي الله ونخش على وصفتنا الجميلة دي. دقيق ومية وملح بس يا عبير، بس يا عبير، هو ده الفطير بتاعنا. هي خدت قيمة كوبايتين كده مية. طبعا انت بتعمليها على سرعة قليلة في الأول، وبعد كده بتدوسي يا جميلة. طبعا بس ما بندوسي قوي، انت اخرك 4 في سرعة 4 للعجينة الجامدة دي. اخرك سرعة 4، يعني السرعة اللي هي 4، مش اكتر من كده. عشان ايه؟ الجهاز معاكي ما يتعبش. فكده هو زي ما انت شفتوا، بعد ما خلصتها حطيتها في الطبق، ارتاحت شوية. والله ما ارتاحت حتى كمان، يعني انا عملت قسمتها على طول، وزي ما انتم شايفين كده. ده ايه يا عبير؟ دي سمنة بلدي، وسيحتها زي ما انتم شايفين كده. ودي قشطة حطيتها معاها، سيحتها علشان كانت القشطة طالعة من التلاجة ساقعة. ودي معلقة بيكنج باودر. عملتي ايه يا عبير؟ ده انت ترابيزتي كده الرخامة بالزيت، وبعد كده فردت عجنتي. العجين جميل جدا، بصوا بيتفرد بكل سهولة. اتقطع منك مش مفيش اي مشاكل، احنا ما بنقفش على اي حاجة. بس زي ما انتم شايفين كده حلو قوي. الست الحبايب كانت نفسها تاكل الفطير من ايدي، فطبعا ما اقدرش اقول لها لا. فاستغليت بقى ان انا لسه جايبه العجان. وطبعا العجان بقى جه خلاص، انا هعمل لكم كل يوم وصفات واقلب دماغتكم. بس كان الفطير بصراحه كان قالب البيت كله، والحبايب كلها كلت منه. صدقوني والله قد ايه الحاجة، يعني على قد ما مكلفة، بس مش زي ما بتجيبها من بره. آه، بتجيبي الفطيرة بالشيء الفلاني برضو، بتجيبها مش رخيصة ولا حاجة. بس بتعرفيش تاكلي فطير، يعني ما بتعرفيش تستطعميه اصلا. يعني انت مش عارفة هم عاملينه بزيت، عاملينه بايه، انت مش حاسه له طعم. مفيش طبعا من اعمال ايدينا يا جماعه، ربنا ما يحرمناش دايما يا رب كده، وما يحرمناش من اعمال ايدينا يا رب. قولوا امين. حطوا اللايك يا جماعه، انا شايفاكوا. حطوا اللايك يلا. كده حطينا واحده ورا واحده ورا واحده في قلب واحده، لغايه ما خليناهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهلم جرة يعني، وهكذا وهكذا. نكرر الموضوع لغاية ما العجين معانا يخلص. ومعاكي الصواني بتاعتك، وحطي فيها وافردي بعد ما يرتاح فيها. افردي. والله كانت بجد كانت حلوة. ايه رأيكم بقى في الحركة دي يا جماعة؟ كنت نفسي اعمل الحركة دي، بس كانت على واسع بقى لان المكان عندي ضيق، ما عرفتش اعمل الا كده. بس اتقطعت اهيت، مش مفيش اي مشاكل، كله بيجي على كله. حلوة قوي. الفطير بيحب السمنة وبيحب المواد الدهنية. بس هو بالنسبة لماما كان دسم شوية، لأن هو طبعا الفطير بطبيعته بيبقى دسم. فطبعا احنا ما عادتش تستحمل معدتنا الدسامة دي. بس هو لازم تخدميه، لازم تحطي له السمنة بتاعته كويس. بصوا من كتر ما هو مخدوم حلو، شايفين عامل ازاي؟ بيبقلل. جميل قوي. وزي ما انتم شايفين كده بكل سهولة عملت 4 فطيرات من كيلو دقيق. بجد روعة. يعني لو انت هتعمليهم مثلا فطير مشلتت من اللي هو على الطبلية الكبير بتاعنا قوي ده، اللي بتبقى الواحدة بس. شوفوا قد ايه نافخ وحلو في الفرن، حلو قوي.
جميل جدا. يعني الواحدة دي من دي يا جماعة والله العظيم ولا ب20 واحدة من اللي بره حتى، ما تجيش خالص يعني، ولا طعم ولا اي حاجة، وخفيفة، واكنك بتاكلي حاجة في الهوا كده. دي بقى حاجة تانية خالص. بجد مش شكرانية في اللي احنا بنعمله الحاجة دي او كده، لكن بجد والله انا مش بقول كده عشان انا اللي عاملاها. بجد بجد يعني الحاجة اللي انت بتعملها في بيتك ربنا ما يحرمك من عمايل ايدك، ودايما تعملي في بيتك وتعملي لأولادك ولزوجك ولوالدتك ولكل حبايبك، وربنا ما يحرمكيش من صحتك ابدا يا رب. احنا وكل اللي يقول ايه امين. وكده دي كانت وصفتي يا جماعة، وبقول لكم ما تنسوش اللايك يا حلوين. حطوا اللايك. بصوا قد ايه جميل، سخن جدا، ما كنتش عارفة امسكه والله العظيم، طالع من الدار للنار كده يعني طالع من الفرن على طول على ايدي، حلو قوي قوي، ما كنتش قادرة امسكه من كتر السخونية اللي فيه. بجد ما قدرتش اقاوم الطعم بتاعه روعة ورائع جدا. وبقول لكم باي باي، ما تنسونوش في دعوة حلوة، وباي باي في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.